السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنخزن مع بعض احسن قلقاس. التخزين بتاع الجلجاس اللي هو الشتوي، تخزني جلجاس في الشتاء مش في الصيف، لان بتاع الصيف ما بيبقاش حلو، طراد الشتوي بيبقى احلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله جايبين قلقاس عشان نخزنه، عشان اوريكم عمايله. طبعا عايزين تخزنوا احسن جلجاس، الجلجاس الشتوي مش الصيفي، لان بيبقى في الشتاء احلى من الصيف، فعايزين تخزنوا جلجاس اللي هو بتاع الشتوي. دول الثلاث جلجاسات هقشره بقى وانضفه، وخليكم معايا عشان اوريكم هو بيتخزن ازاي. هقشر الجلجاس. كده قشرت اول واحده، هقشر الاتنين التانيين واوريكم شكلهم عشان نشوفوا لسه هنعمله ايه. وجربوا القلقاس الشتوي وقولوا له ايه رايكم. انا والله العظيم مجربه الشتوي احلى من الصيف في الطعم كمان. طعم القلقاس الشتوي طعمه احسن من القلقاس الصيف. طبعا القلقاس بيبقى موجود طول السنه، بس بتاع الجلجاس بتاع الشتوي دي احلى، جربوه. هقشر الاتنين التانيين وهوريكم شكل كله. كده بعد ما قشرت الجلجاس نضفته وقشرته. هقطعها كلها بالكميه ده اهي، واوريلكم بعد ما اخلصها مكعبات. قطعت الكميه كلها. معايا ميه سخنه على النار، هنزل فيها بالجلجاس. انا بحب اديله غلوه. هنزل بشويه ملح عشان يعمل المخط اللي فيه، ونقلب كويس. كده بعد ما غليناه شفتوا اللي طلع منه. لازم نغليه الاول في شويه ميه بملح، طبعا عشان واحنا بنسلقه او بنعمله مع لحمه او اي حاجه من كل ده ما يطلعلناش في الشرب. كده هنزله تحت الميه الساقعه، هشطفه كويس.
كده انا شطفته كويس اهو. هسيبه بقى لحد ما يبرد. هسيبه بقى لحد ما يبرد ونعبيه عشان اوريكم شكله بعد ما يبرد، عشان مش هينفع اعبيه سخن. كده بعد ما برد عبيته. جم كيسين 2، كل واحد على قد اكله. عبوا الكميه اللي انتوا عايزينها. يا رب الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم. ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس، واللي مش مشترك عندي ينزل يشترك عشان يوصلكم مني كل جديد دايما. وجربوا وقولوا له ايه رايكم، واهم حاجه بالله عليكم اشتركوا.